لما الاهلي يفوز على فريق زي الاتحاد في كاس عالم في بطوله مهمه زي دياتي، فلازم تعرف او لازم تدي حق في مدرب زي مارسيل كولر، او تدي لعيبه حقها، اللعيبه اللي انتقدناها الفتره الماضيه سواء كان في بطوله الدوري او حتى في كاس السوبر الافريقي او حتى في دوري ابطال افريقيا. لازم تدي اللعيبه دي حقها بعد المجهود اللي لعبته، وحتى الكوره اللي عملته والروح والاداء. لا، فلازم اللعيبه دي تاخد حقها. ولكن الناحيه الثانيه فريق زي الاتحاد زي ما استهتر بالنادي الاهلي وجمهور استهتر بالنادي الاهلي، فريق النادي الاهلي بيرد قدام في الملعب ثلاثة أهداف لحد دقيقة 60. بعد كده الماتش كان خلاص، النادي الأهلي استكفى بثلاث أهداف. ولكن الغريب في الأمر هو فريق زي نادي الاتحاد اللي ممكن يكون ما كانش بالصوره الحلوه، او ممكن يكون كان مستهتر بفريق زي الاهلي اللي خلاه يظهر بصوره زي ديت. يعني مثلا على ساعات نص الملعب بتاع الاتحاد مفيش لاعب قدر يسدد، وده بفضل وجود واحد زي احمد نبيل كوكا اللي ممكن نكون انتقدناه ان هو ازاي ينزل يلعب على واحد زي اليو ديانج. ولكن مع وجود واحد زي نبيل كوكا اللي كان كل الكور التسديدات هو كان حاطط رجله فيها وكان بيقطعها، لا هو عمل مباراه حلوه برغم صغر سنه، برغم فريق كبير زي كده، برغم بطوله كبيره زي كده، برغم الجماهيريه، جماهير النادي الاهلي اللي كانت ماليه الاستاد ومع جماهير نادي الاتحاد. ولكن مباراه حلوه، النادي الاهلي عامل فيها كل حاجه، سواء حتى على الصعيد الدفاعي لما هو كان بيدافع والكره كانت مع فريق الاتحاد، او حتى على الصعيد الهجومي لما كانت بيعمل هجمه مرتده وقادر يوصل باكثر من هدفين في الهجمات المرتده. ولكن الحاجه المميزه هي اللعب الفريق كله ككتله واحده في الدفاع او حتى في اثناء الهجوم. لما تبص لقى واحد زي مارسيل كولر قدر يقول للفريق الاتحاد خد الكرة اعمل بيها اللي انت عايزه وسيب لنا الهجمات المرتده، وساب الكرة طوال الماتش او طوال 90 دقيقه، يعني ممكن استحواذ اكتر لفريق الاتحاد. ولكن في النهايه افضليه للنادي الاهلي 3 اهداف مقابل هدف. ولكن الهدف اللي جابه الاتحاد بيدل على حاجه واحده، ان لعيبه المنتخب، لعيبه اللاعب المصري لما بيستهتر بالمباراه، لما بيضمن المباراه فبتلاقي جسمه رخى او بتلاقي رخى في المباراه. هو ده اللي حصل بالظبط في المباراه لما كنا فايزين 3 وكانت خلاص الكره ضربه ركنيه واتلعبت من احمد حجاز، عمل ارتقاء وجت في القائم، ما فيش حد كان عامل متابعه او ما فيش حد عامل فولو او ما حدش كان ماسك واحد زي كريم بنزيما اللي قدر يسجل الهدف الاول لنادي الاتحاد. ولكن المباراه كانت ماشيه بشكل حلو للنادي الاهلي. مارسيل كولر كان هيعمل تغييره كانت تكلفه كتير، لما كان هيوقف طارق محمد طاهر قبل الجندي الثاني ما يجي، كان يطلع واحد زي حسين الشحات، ولما يجي حسين الشحات جاب جول وتسبب في الهدف الثالث لما عمل كوره، لما خد الكوره ولعب على السكند بول وخد الكوره الثانيه من المدافعين اللي كان حابب يعملها بوش رجله الخارجي اللي واحد زي بيرسي داو، ولكن ما جاتش. فلما لقى واحد زي حسين الشحات هتشتغل راح مرقد واحد زي طاهر محمد طاهر. ولكن حتى التبديلات لما نزل بيجي طلع امام عاشور، لا كان ممكن واحد ينزل واحد زي مثلا مروان عطية ممكن يكون المباراه ما عملش حاجه تذكر. ولكن على الناحيه الدفاعيه لا، على الناحيه الدفاعيه كان شغال، على الناحيه الهجوميه ممكن بعض الاشياء على استحياء. ولكن الحاجه اللي ممكن الواحد يعلق عليها في اداء اللعيبه واحد محمد امين اللي في الكوره كان ممكن يضمنها بانه يطلعها بره، كان على جنب الخط التماس كان ممكن يطلعها بلمسه، ولكن حب ياخد الكوره ويلف ويحط المهاجم على ما تسقط رومانينيو، فما قدرش وخد فاول كان ممكن يسبب في انذار في بدايه المباراه. ولو خد انذار كان ممكن يتسبب في انذار يتسبب في مشاكل طول المباراه، هيخاف على الانذار الثاني. ولكن على الرغم من ان الفريق في المباراه ديت كان متماسك دفاعيا، وكان متماسك حتى على المستوى الهجومي، وكان متماسك حتى على مستوى خط النص اللي كان بيلعب فيه واحد كان زي احمد نبيل كوكا اللي كنا خايفين منه، لا قدر يعمل مباراه كويسه، قدر يفوز ب3 اهداف. قدر واحد تاني زي علي معلول ممكن يكون عمل باستثناء بعيد عن ضربه الجزاء اللي سجلها، ولكن عمل مباراة على الناحية الدفاعية حلوة، على الناحية الهجومية مفيش ولا مسباص منه. ولكن ده يدل ان طالما لعب خد راحته وخد استشفاء بدني هتلاقيه بيديك في الملعب. وده الحاجة اللي ما كناش، اللي كان علي معلول ما خدهاش الفترة الماضية خالص، ان هو على طول مستهلك بدنيا، على طول الاهلي على طول في الاساسي في 90 دقيقة في طول الموسم او في افريقيا او في الدوري او في حتى الكاس. ولكن الحاجة اللي برضه ممكن تطمنك محمد هاني على الناحيه الدفاعيه اللي كان بيقاتل بكل ما اوتي من قوه. ولكن محمد هاني على الناحيه الهجوميه ما كانش ادى حاجه باستثناء الكره اللي عملها بيرسيتاو من العمق، ولكن اتجابها الشمال وبيرسيتاو اللي ممكن تقول بيعمل كل حاجه في الكوره، ولكن كان ناقص له انه يتوج بهدف في المباراه ديت او في البطوله دي. الحاجه اللي ممكن كانت تنقص واحد زي بيرسيتاو هدف،
كان بيعمل كل حاجه، بينزل يدافع مع واحد زي محمد هاني، تلاقيه في خط النص، تبص تلاقيه صنع، نزل تحت وصنع كور لمحمد هاني لما بيزيد في الكرات العرضيه، بتبص تلاقيه صنع هذا كور الناحيه الثانيه، لا كان شغال. حتى لما كان بيزيد في خط النص لا كان شغال. انما حتى واحد تاني كهربا اللي ممكن حجازي ممكن عمل له كوره، انا عن نفسي كهلاوي حمدت ربنا ان الكوره ما جاتش، ولكن على نفسي لو كنت مسكت كهربا كنت هحطه مركبان على وشه. كوره زي دي ما تضحش يا عم كهربا، ولكن هارد لك فريق الاتحاد اللي يستاهل الهزيمه عن جداره وعن استحقاق، ما عملش اي حاجه تخليه يفوز، ما عملش اي حاجه تصد المرمى، ما عملش اي حاجه تخليه يسيطر على فريق زي النادي الاهلي. لا النادي الاهلي كان جاهز، النادي الاهلي كان بدنيا اعلى، كان فنيا اعلى، كان حتى على مستوى اللعيبه كان اقوى في الالتحامات، في البدني، في السباقات، في الكره، حتى الكرات الطوليه، الكرات العرضيه اللي كنا ممكن بنعاني منها الفتره الاخيره على مستوى الدفاع، لا احنا الكرات العرضيه كلها او الكرات الدفاعيه كلها خدناها. الكرات العاليه في وجود واحد زي كريم بنزيما في راس الحربه اللي كان متميز اساسا كرات هوائيه، لا احنا كنا افضل منهم وكنا اقوى منهم وكنا احنا التحاماتنا اقوى. ولكن الحاجه اللي ممكن تكون مبشره لفريق زي الاهلي ان في وجود خط نص زي الاتحاد فيه واحد زي فابينيو، واحد زي نقولي كانتي، احنا بواحد زي نبيل كوكا، واحد زي مروان عطيه، واحد زي امام عاشور، قدرنا نتفوق عليهم وكنا قادرين ان هم ما يعملوش اختراقات من العمق.